بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صك خدمات الشاعر عطا بن خزيم رحمه الله لحكومته الرشيدة. الحمد لله وحده، وبعد، فبناء على ما وردنا من رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم وتاريخ حول طلب عطا بن خزيم إثبات خدماته الحكومية وإخراجها في صك وعليه، لقد حضر لدي عطا المذكور وأنهى قائلا: إنني أطلب إثبات خدماتي الحكومية ثبوتا شرعيا، وهي في مجموعها 18 سنة، فطلبت منه البينة، فأبرز لنا أولا ورقة صادرة من أمير الجوف سابقا عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. طلب منا عطا بن محمد بن خزيم خدماته التي خدمها لحكومته الرشيدة في إمارة الجوف، لأن المذكور خدم في إمارة الجوف حينما كنت أميرا هناك من عام 1340 إلى نهاية عام 1343، خادما في ذلك الوقت المذكور يتقاضى حوالي 2000 ريال سنويا كشرها بذلك، إلى أن طلب حالته على التقاعد وطلب منا خدماته، ولحسب طلبه أعطيته ما كنت أعلم عن خدماته، والله الموفق. في 18/6/83 هجرية. أمير الجوف سابقا عبد الله بن محمد بن عقيل. ختمه. كما عرض علينا ورقة تتضمن شهادة صالح عبد الرحمن الميمان بأن المذكور كان يعمل بالهجانة من عصر 1344 إلى عصر 1351 كشاووش 100 نفر، وأنه في خلال هذه الخدمة كان يعمل في المدينة وفي ينبع وفي مكة، ومنها إلى اليمن، ومنها إلى شرطة الرياض. كما عرض علينا ورقة صادرة من مدير شرطة الرياض سابقا وأمير قرية حاليا محمد بن عبد الله بن عطيشات، تتضمن بأن المذكور خدم في شرطة الرياض من عصر 1351 إلى نهاية عصر 1358، وأن المذكور كان يعمل في هذه المدة كنائب في الشرطة حتى استقال في عصر 1358 بسبب أن عيونه فيها أثر مرض لم يستطع معه القيام بالوظيفة، وأن المذكور كان الخادم الأمين وحسن السيرة والأخلاق. وعلى هذه الورقة الختم الرسمي لإمارة قرية، وبناء على ذلك قررت ثبوت ما ذكر حتى لا يخفى. قاله صالح بن هليل القاضي بالمحكمة الكبرى الرياض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 24/6/83 الختم الرسمي.